السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كوكتيل الهوانم. النهاردة معانا فيديو كده جميل من نوع، بإذن الله يا رب ينول اعجابكم. الرنج من الحاجات، من الفاكهة، من الموالح. هو من الموالح. نحس كده انه مش واخد حقه دايما كده، زي الحاجة اللي محطوطة على جنب، بالعلم بالرغم ان ليه فوائد جامة كتير قوي قوي قوي، مفيد جدا جدا، وفي فيتامينات، وفي يعني تنقية للدم بانك تاكلي منه باي طريقة ممكن. هتقولي طب ما انا لو اكلته ملح الاملاح، بصي انت تقدري تتحكمي انك تعمليه. لو حدقتيه ما تحدقيش الملح قوي، لو عملتيه مربى ما تحدقهوش قوي، يعني حاجات. عارفين الناس اهلنا ايام زمان كانوا بيعشقوا الحاجات اللي هي فيها فايدة ديت، بالرغم ان دلوقتي يعني الامر بقى ايه، الامر اتغير خالص عن الاول. لكن احنا نرجع ونحيي كل الحاجات الجميلة اللي لها فايدة. هنعمل مع بعضينا النهاردة مربى اللارنج. مربى اللارنج يا هلا، ايوه مربى اللارنج. انا عشان ما اضيعش الوقت واشغلكم معايا، طبعا كلنا دلوقتي لما بنتصفح عرفنا ازاي اللارنج نبدأ معاه ان احنا نعمله مربى او نعمله ترشي. بداية كده نسميه ونصلي على رسول الله. وانا كان معايا بالظبط كيلو من اللارنج. كيلو من اللارنج قطعت الواحدة 2 بعد ما غسلته كويس. وكمان في حاجة في قلبه زي البرتقانة كده، رحت جايبة المعلقة كده وطلعتها خالص، حطيتها في طبق لوحدها. وبعد كده رحت بقى ماسكه القشر بتاعه زي البرتقال كده، بس بيبقى جامد شويه، بيستحمل قوي شويه. مسكته اعمليه بقى زي ما انت عايزه. بصي انا عملته كده، بصي قطع صغنطوطه كده. هو ليه كده يا هلا؟ هو ليه بقى؟ لا ده كان حد جدا وناشف، مش زي ده كده ما انت شايفاه. انا بقالي 3 ايام بغير له الميه في اليوم 3 مرات. 3 ايام، ايوه 3 ايام، ممكن يومين، بس انا حرصا ان يبقى المراره بتاعته راحت شويه. مراره، ايوه هو في مراره كبيره جدا جدا جدا، فعشان كده انا غيرته وهو مقطع كده. ما غيرتش بس القشره كبيره، لا لا، انا قطعته وبعد ما غسلته كويس وعملته كده زي ما انت شايفه القطع الصغنطوطه الجميله دي اللي اشبه بالبرتقال قوي. طيب ايه كمان؟ لما انا قطعته ونضفته كده، لما وزنته طلع معايا نص كيلو من الرنج القطع الصغير ده. نص كيلو، نص كيلو يا جماعة. وكمان وانتي نقعاه صغير مقطع كده بيبقى بيساعد انه ينضج بسرعة، مش بيغيب. بصي اللون الجميل، انا عايزة اشوف فيه اللون الكهرماني الحلو قوي ده. طيب ايه كمان؟ النص كيلو هحط لهم نص كيلو سكر، شايله منهم حوالي ربع كوبايه، يعني نص كيلو سكر الا ربع كوبايه. نص كيلو سكر هشيل منه ربع كوبايه. كل ده على ميزان المطبخ بتاعك. طب ايه كمان؟ القلب اللي جوه ده جيت بالهراكه كده بتاعه البطاطس، عشان البذر بتاعه حد هيبوظ لي الخلاط او الكبه بتاعتي. فجيت كده العصير اللي جوه القلب بتاعه ده، القلب بتاع اللي جوه اللارنج، عملت ايه بقى؟ تنيت اهرك كده فيه، اهرك فيه كويس قوي لحد ايه بقى يا جماعه؟ لحد ما انا رحت طلعت منه ميه. الميه طبعا فيها بذر، والبذر ده حد قوي. فايه اللي حصل بقى؟ صفيته بالمصفى. طب ايه الكوبايه التانية حلوه دي؟ كوبايه عصير برتقال. عصير برتقال، ايوه طبعا. اما احنا ازاي هنعين المراره كده ونخلي الريحه تبقى رائعه؟ للعلم ريحه العصير مربى اللارنج من غير عصير برتقال بتبقى كويس. وكمان بشرت برتقانه، شايفه الى لحافه المعلقه ده. يا هاله يا هاله، دي ايه بقى؟ دي شويه من القرفه. طب ممكن قرنفل؟ طبعا ممكن. بس كده، بس كده. بداية كده نقول بسم الله ونجيب اللارنج بتاعنا اهو، هفضيه فوق كده كله اهو. كمان انا هفضي عليه السكر بتاعي اللي اتفقنا عليه اهو. تمام. ايه كمان؟ هفضي كوباية عصير البرتقال، شايفة اللون والجمال. كمان هفضي كوباية عصير اللارنج اللي في القلب، حلو قوي. طيب ايه كمان؟ كمان انا مش هحط دلوقتي خالص خالص. تمام يا جماعة، مش هحط قطع البرتقال اللي هي المبشورة، مش هحطها دلوقتي. هقلب كويس كده تمام قبل ما ارفعها على النار ولا اي حاجة.
هقلبه كده. عصير بتاع الرنج والبرتقال هيخلي الامر معايا سهل وجميل. بصي الجمال اهو، قلب 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 كده تمام اهو، شايفه الجمال. طب ما يعادل بقى كوبايه من الميه بنفس الكوبايه اللي اخدت بيها العصير البرتقال ولا رنج. خلي الكوبايه بتاعتنا واحده، كوبايه ايوه كوبايه اهي. بسم الله هنزل بيها كده اهو. انا بقى مش هحط القرفه دلوقتي الا بعد ما يقرب ينضج كده، وكمان اخد غلوتين وبعدين احط قشر البرتقال المبشور. اقلب كده. وكمان يا جماعه ما تحطيش على الحله او الاناء اللي انت بتعملي فيه غطا عشان ما يفرش تمام، وينزل على البوتاجاز بتاعك تمام اهوت، او يطفي النار. وده طبعا غلط. هقلب على قد ما اقدر، اقلب. طب انا بقلب ليه؟ عشان السكر ما يكرملش مني، يدوب. ارفعه على النار وهو دايب، يعني ارفع الرنجة على النار والحاجات دي دايبه كلها، خاصه السكر عشان مش عايزاه يكرملني. تاني كده انا رفعته على النار تمام. هخلي النار معتدله عاليه قوي ولا واطيه قوي، وكل شويه حاجه اقلب. نطلع ريم، وده ما اعتقدش لان هو منقوع كويس قوي قوي، والنقع ده مخلي ما فيهوش ريم ولا اي شوائب. وارجع كل شويه، وخليكم معايا عشان تشوفوا مربى الرنج الجميله دي، عشان نفيد ولادنا. وكمان ما نجيبش الحاجات بتاعت بره على قد ما نقدر، لان الاسعار مرتفعه جدا. فانت بقى كل ست بيت مصريه بالذات شاطره وذكيه وبتعمل البدع في المطبخ بتاعها. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده المربى بتاعتنا بتفور. شايفين اللون بقى؟ كل ما هتفور اكتر وتنضج اكتر كل اللون ده ما هيبقى اكتر لون كهرماني كده جميل. انا دلوقتي هبدأ احط القرفة والبشر بتاع البرتقانة يعزز الطعم ويعزز اللون تمام. كمان منساش بعد الغليان كده هعمل عصير ليمونه كده تمام، هعصرها كويس اهو عشان تساعد ان المربى تعقد معانا كده تمام اهو. كل شويه هختبرها لحد ما الاقيها ايه نضجت كده واستوت تمام. ودلوقتي بقى المربى بتاعتنا احنا فضيناها. عايزه اقول لك شايفه والله ده مش فلتر ولا اي حاجه، الشكل اللي بيلمع ده، الشكل ده فعلا اللون الكهرماني الجميل ده. بصوا زي اللؤلؤ كده شايفين، والبرتقال بقى عزز اللون اكتر. بصي الجمال، حاجه كده رهيبه ما شاء الله. والريحه حكايه عطشه كده، خليط ما بين البرتقال وما بين اللارنج تمام. شايفه؟ والقرفه بقى عامله شغل جامد قوي. عايزه اقول لك ما اروع الجمال بتاع المربى. شايفه لونها حلو قوي 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 قوي، جميله جدا جدا جدا. ايه رايك؟ سهله وبسيطه وما خدتش وقت، يعني انت بتعمليها بتدريج كده وانت واقفه بتعملي حاجه في المطبخ. طب اشطف اللارنج، طب افتح قلبه، طب انقع اقطعه، طب انقعه، كل يوم تغيروا له الميه. مش بتاخد وقت خالص خالص خالص. بصي الصوص بتاعها رهيب جدا جدا جدا. لو كانت مربى اللارنجة عجبتكم هتحبوها قوي قوي قوي، وان شاء الله الطريقه دي تغير المفهوم خالص بتاع اللارنج عندكم. لو كانت عجبتك اوعي تنسيني باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من قناه كوكتيل هوانم. كنت سعيده معاكم وانتظروا مني فيديوهات ان شاء الله.